بس ده غالي يا بنت. انت بنت خنصرتي فلوس من المدعوة اللي اسمها سلوى؟ يا لهوي، دي كانت تذبحني. امال ايه؟ ده انا عارفه ثمنه غالي في السوبر ماركت. جبتي الفلوس منين؟ اصل الباشا الكبير اداني ورقه ب50 كان بيصالحني. يخرب بيتك. انتوا بقى زي بتاع ده بدل ما تحوشي لك ولا تجيبي لك اكتر من حاجه. اعمل ايه؟ ما انا كان نفسي ادوق بقى. كل بسرعه لازم ادخل بدل ما البومه دي تزعقني. النبي صح. دي ولا تفرق حاجه عن دريه مرات الحاج سعيد. وقال ايه؟ حتى راسها براس الست دينا. اسكتي اسكتي على اللي سمعته. سمعتي ايه؟ دي هتفتح الباب. صباح الخير يا فندم. صباح النور. انت ايه اللي نزلك تحت كده؟ معلش يا ست سلوى، كنت بسلم على انتصار اختي بس. طب خشي دخلي الحاجه جوه بسرعه. وانتوا بقيتوا بتلكلكوا مش زي الاول. والله ابدا، بس الجو تراب يا فندم. بكره لو لقيت العربيه زي اليومين اللي فاتوا احنا هنلغي الخدمه من عندكم خالص ونشوف شركه تانية. اوكي؟ تمام يا فندم. شكرا. الو. ايه سلوى، ازيك؟ البنت عندي خلصت شغلها وعملت كل حاجه تمام. لو حابه تخرجيها مع اختها النهارده او بكره او في اي وقت اوكي، بس يبقى بلغيني يعني. اوكي يا سلوى، ميرسي. سلوى انت معايا؟ ايوه انا بس مش عايزه اضيق على البنت علشان ما تبقاش بتشتغل وهي شايله مننا. لا يا سلوى، انت مش متكلمه عشان البنت دلوقتي. انت نفسك تقولي لي انا اسفه يا دينا، بس مش قادره تقوليها وش كده. انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهماكي. خلاص انا اللي اسفه يا ستي. يا سلوى احنا كبار وعايشين مع بعض ولازم نبقى اعقل من كده بصراحه. اقول لك حاضر يا ستي، انا كمان هخف عليكي شويه. يمكن اكون بضايقك فعلا وانا مش واخده بالي. انا عامله اكل خفيف النهارده، ايه رايك لو تيجوا تاكلوا معايا؟ انت بتسندي عيل صغير. طب بس ما تتعافش على نفسك قوي كده عشان ما تقعش. ماشي. دي وفاء شكلها لسه ما جاتش. هحضر الاكل ولا نستناها؟ مش عاوز اطفح. هو مين اللي نفسي يطفح؟ جرى ايه طه؟ هو انت على طول عامل كده؟ ما تفرح شويه يا اخي. احنا لسه جايين من عند الدكتور وقال كلام كويس. كويس؟ فين الكلام الكويس اللي قاله؟ قال انك تقدر تمشي على رجلك بعد كده وهتبقى زي الاول واحسن كمان. ولا انت كنت عايزه يقولك ايه؟ انسى هتفضل كده طول عمرك؟ بس قال لازم عمليه وتتعمل دلوقتي مش بعد شهر وبفلوس قد كده. يا ريته كان قال من الاول مش هينفع. مش سامع صوتك يعني؟ ولا هو ما بيطلعش غير في الطبطبه والكلام الفاضي؟ هو انت مش بتصلي وتعرف ربنا؟ الحمد لله. ما تسيبها على الله. طب والله العظيم انا حاسه ان في حاجه هتحصل تخليك تعمل العمليه دي. ازاي بقى ومنين انا ما اعرفش، بس هو ده هيحصل. انا عمري قلت لك على حاجه ما حصلتش. بقول لك ايه، ما تروح النور تحكي له. انت مش بتقول ان هو بيلم رجاله حواليه؟ لا، ما هو مش هيعوز رجاله مع عيوب. طب قول له يشيل هو تمن العمليه واشتغل عنده بعدها ببلاش. شوف الاول هيربط لك اجره قد ايه، وان شاء الله يا رب تشتغل 20 سنه من غير ولا مليم، مش مشكله. هو ده بقى كلام النسوان اللي لا يودي ولا يجيب.
انت مش شايفه بيعمل ايه في الحته؟ لا شايفه، بس اي بني ادم مهما كان جبار بتجيله لحظه قلبه بيحن فيها. مش يمكن بقى تصدف وربنا يحنن قلبه عليك؟ ولما اشتغل بقى من غير فلوس اكلكم منين؟ صح، عندك حق. انا يعني باكلكم دلوقتي؟ وفاء زمانها جاي، انا هقوم احضر الاكل عشان البنت زمانها جاهت. طب انا مش عايزه اروح الجامعه عشان الموضوع اياه. انت بقى مالك فيه ايه؟ في حاجه حصلت في الشغل؟ لا خالص، طلع فاكسان. طالبين مني بروجكت كده معرفتش اعمله، مش حاساه اصلا. كده كده شغلي مش عاجبهم خلاص. يخرب عقلك، مش دي شركه ايبك اللي كنتي هتموتي وتشتغلي فيها؟ ايه اللي حصل؟ طلعوا ناس وسخه خلاص. ربك والحق انا كنت عارفه ان البت نوى دي مش هتجيب لك شغلانه ب3 تعريفه عشان تيجي تسمعي كلامي. طب قومي شوفي مين بيخبط وبطلي رغي. يا فندم، 100 مرة أقول لك لما أكلمك يبقى ردي على أمي. هي البجاحه حصلت انك تيجي لحد هنا؟ ايه ده في ايه؟ مين الاخ؟ عريسي يا حبيبتي. لا بجد؟ أنسة منا صح؟ يا هو انت هتقعد ترغي وتاخد وتدي وتتكلم؟ انت لو ما مشيتش من هنا دلوقتي اقسم بالله العظيم هلم عليك الحته كلها واقول انك بتعاكسني. وطي صوتك يا متخلفه انت، خرسي. تعالى اتفضل انكس. يبقى مامتك كان عندها حق، يعني منا هي العقلة. اتفضلي. هو انت كمان دخلتيه البيت؟ ما تتهدي وتخرسي، عايزين نشوف الاخ ده عايز ايه. واحمدي ربنا سماح مش موجوده، كان زماننا اتجرس لنا. اؤمر. أنا عايز أقابل نعيمة. نعيمه مش موجوده، نعيمه مسافره. لا يا شيخ. او ربنا، ولسه هتيجي بعد بكره. قولي بقى حضرتك عايز ايه؟ مش قصدي عايز ايه مننا دلوقتي، عايز ايه في العموم؟ أنا طالب القرب وقدام كل الناس. لا والله. طب قولي الاول، ايه علاقتك بساره؟ أنا الإكس بتاع سارة، وهي علمت عليا بالجامد. وما أظنش يعني إنك هتلاقي صور ليا على موبايلها اللي أنت سرقتيه. بقى كده. بس ده مش كل الكلام، باقي الكلام لما ترجعي الجامعة. هشوفك في أول أسبوع، اتفقنا؟ على فكرة أنا كلام مامتك كان بجد مش هزار. حرقة قوي علبة الترابيزة دي يا بنت